نقول مرارا وتكرارا أن سلامة أبنائنا وأهالينا والطلبة تشغل حيزا كبيرا من الأهمية لدينا، لكن سنحاول قدر المستطاع أن لا تتضرر العملية التعليمية بشكل كبير. لذلك كخطط احترازية قمنا في 14 من آذار بإغلاق المدارس والجامعات والأكاديميات. لذلك نقوم بتسجيل الدروس في أكاديميتي الشهيد عقيد شيلو في قامشلو وفي الحسكة، طبعا باللغتين العربية والكردية. وبداية ركزنا على المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والعلوم والرياضيات إلى جانب اللغة الكردية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، من ثم المواد الأدبية ومن ثم المرحلة الابتدائية طبعا حسب الإمكانيات التي لدينا. طبعا ستكون متوفرة بيد الطالب عن طريق الصفحة في الفيسبوك أو اليوتيوب، أيضا قناة روج أفا. أريد أن نقول أيضا أن الطالب إذا لم يتسنى له مشاهدة التلفاز بسبب انقطاع الكهرباء أو أي شيء آخر، فباستطاعته عن طريق الإنترنت أن يشاهد الحلقة عن طريق اليوتيوب أو عن طريق موقع الفيسبوك. طبعا الجدير بالذكر أنه لنجاح هذه العملية يجب أن تكون هناك بنية تحتية تكنولوجيا وتقنيا، الأمر الذي نفتقده، لكن حسب الإمكانيات التي لدينا وجهود زملائنا المبذولة المشكورين. لذلك هنا سنفتقد إلى عنصر التواصل المباشر بين المعلم وبين الطالب، إن كانت عن طريق الإرشادات، عن طريق التوجيهات، عن سلوك الطالب، لكن سنحاول أن نتدارك هذه المشاكل بالعمل الجماعي، بالتعاون الجماعي بين الكادر التدريسي، بين المعلمين الذين سيقومون بمتابعة دروس الطلبة وإمكانية الوصول إليها عن طريق الكومينات في حاراتهم. 6 ساعات فقط عندي جبو شاگرتا جبو دبستان ساعات 8 حتى ساعات 12 الصباح، وساعات 2 حتى 3 وساعات 4 حتى 5.